لو عندك لفة جلاش في الفريزر كده رمياها من كتر ما هي متكسرة ومتهربدة ومش عارفة تعملي فيها ايه، هاتيها وبالمقص قصيها وفي الصينية رصيها، وكمان بالصوص الحلو الجميل ده اسقيها، جميلة جدا جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. زي ما قلت لكم انا كان عندي هنا في الفريزر جلاش، كان متبقي من كل لفة كده، يعني ايه زي ما بيقولوا من كل فيلم اغنية. فكنت عندي لفات جلاش كتير كده وحاجات كتير حطاها في الفريزر مكوماها. لما جيت انضف الفريزر لقيت الكياس دي كوام كوام كده، قلت هرميهم خسارة. رحت جايه مقطعاهم بالمقص كده زي ما انتم شايفينهم. طبعا سبتهم الاول يفكوا، وبعد كده قطعتهم بالمقص لشرايط او شرايح زي ما انتم شايفين. طبعا ليكي حريه الاختيار، عايز تقطعيهم بالمقص براحتك، عايزه تقطعيهم بالسكينه براحتك. انا حسيت ان المقص هيبقى اسرع معايا وانجز معايا بصراحه. قطعت كل الكميه اللي كانت عندي كلها بالطريقه دي لقطع صغيره كده، وجبت بعد كده صينيه. تقريبا الصينيه دي كانت مقاس 26. طبعا ده بيختلف على حسب كميه الجلاش اللي عندك، يعني لو انت عندك لفه جلاش هتبقى دي مناسبه جدا لمقاس الصينيه دي اللي هي 26. هنبدا ان احنا ندهنها بدهنه من الزيت على السمنه. انا معايا هي ربع كوبايه من السمنه على ربع كوبايه من الزيت. حطيتهم على النار يدفوا بس كده لحد ما السمنه تفك معايا. وبدات ان انا دهنت الصينيه دهنه حلوه كده محترمه، وحطيت عليها بقى الجلاش اللي احنا كنا مقطعينه بالمقص ده. بعد كده بقيت السمنه على الزيت، بدات ان انا احطهم فوق الجلاش، اوزعهم توزيع عادل كده عليهم كلهم علشان تورق معايا وتبقى حلوه وتحمر معايا من كل حته. تمام كده لغايه دلوقتي حلو جدا. خلصي كل كميه السمنه على الزيت على الجلاش بتاعك بالطريقه دي. دخله بقى على فرن سخن على درجه حراره 200. نشغل من تحت ومن فوق لو ممكن، لو مش ممكن خلاص خليها من تحت الاول وبعد كده شغلي الشوايه. بالنسبه بقى وهي في الفرن هنحضر مع بعض الصوص اللي هو عباره عن ايه بقى. الصوص ده تحفه جدا. كوبايه ونص من الحليب، عليهم 6 معالق كبار من السكر. تمام، 6 معالق كبار من السكر. السكر هنا مظبوط جدا. هنحط كمان معلقه كبيره ممسوحه من الكاسترد. لو ما عندكيش كاسترد فانت ممكن تعوضيه بالنشا عادي، مفيش مشكله، وبرده هيبقى معلقه كبيره بس ممسوحه، مش عايزاها رميه. هنبدا نقلبه الاول على البارد كويس قوي، وبعد كده هنبدا ان احنا نرفعه على نار ونبدا بقى نقلب فيه لحد ما يبدا يغلي معايا على النار. طبعا الصوص لغايه دلوقتي هو كده خفيف، وانا يعني متعمده ان انا اخليه خفيف مش عايزاه تقيل. هبدا دلوقتي ان انا احط له نقطتين من الفانيليا عشان يبقى ريحته حلوه كده. وبعد ما اشيله من على النار خالص اروح جايه حاطه له علبه من الزبادي اللي هي وزنها 105 جرام. ابداي اخلطيها كويس قوي مع الخليط الاولاني اللي هو بتاع الكاسترد ده. قد ايه يا جماعه الصوص ده حلو جدا جدا. ولو ما عندكيش زبادي وعندك قشطه ممكن تعوضيها بقشطه، بتبقى طعمها جميل برضو. تمام. بعد ما خلاص خلطت علبه الزبادي، شايفين بقى الصوص حلو ازاي؟ لا هو خفيف ولا هو تقيل، انا عايزاه وسط كده. بعد كده صينيه الجلاش بتاعتي كانت احمرت واخدت لون حلو كده من فوق ومن تحت. هنبدا بقى ان احنا نسقيها مباشره بالصوص. عايزه اقول لكم ان الصوص هنا دافي مش سخن قوي، لكن الجلاش هو اللي كان سخن جدا، يعني لسه مطلعاه من الفرن على طول ورحت جايه سقياه بالصوص ده. تمام. طبعا احنا هنسيبه بقى ايه شويه كده يتشرب من الصوص الجميل ده. وبدات ان انا ازينه بشويه من السوداني المجروش. اي مكسرات باقيه عندك من رمضان بقى حطيها. حطيت كمان شويه من الزبيب، وحطيت كمان شويه من جوز الهند. يعني البواقي بتاعت رمضان كلها حطيتها، وبصراحه طلعت حاجه كده جميله جدا، يعني ما كنتش متخيله ان طعمها هيطلع بالجمال ده. عندك مكسرات بقى حطي اللي انتي متاح عندك حطيه. بعد كده بقى هنبدأ ان احنا نقطع منها بقى ونشوف جمالها وحلاوتها. طبعا انت كل ما تسيبيها اكتر كل ما هتلاقيها شربت من الصوص ده اكتر واكتر، وهتلاقيها كمان مسك معاكي وبقى شكله حلو كده وبقى قوامه ايه متماسك. هبدأ اقطع الصينية بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، اي تقطيعة انت حباها، عايز تقطعيها مثلثات، عايز تقطعيها مربعات زي ما انا قطعتها براحتك. وده كده شكل القطعة بتاعتنا بعد ما طلعناها. شايفين القطعة جميلة ازاي، وبجد شاربة كده من الصوص ده قد ايه جميل وحلو. وفعلا ويعني وداه في حتة تانية خالص. وحاجة سهلة وسريعة وما خدتش معايا لا وقت ولا مجهود، وكنا هنرميها اصلا لكن الحمد لله حييناها وعملنا منها حياة تانية.